السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ كيت جوان. النهارده هنعمل كيكة التريليتشي او كيكة الحليب التركية. عندي هنا 4 بيضات. سمي بسم الله ونصلي على رسول الله. وهنحط ايه بقى؟ الفانيليا. نضرب بمضرب البيض. هنحط كوباية ونص سكر. هنحط نص كوباية زيت يكون كويس. هنضرب تاني. هنا بقى حطيت كوباية لبن وعليها 4 معالق زبدة. لبن ساخن. هضرب ضربتين كده بالراحة خالص. هقفل وهضرب بالمضرب اليد. احط الدقيق واضرب بالمضرب اليد. رشة من الملح. كيك شيف. هضرب بقى بالمضرب اليدوي. ممكن لو ما عندكيش مضرب كهرباء تعملي الخطوة اللي انا عملتها قبل كده في الخلاط، مفيهاش حاجة يعني. نعمل الاول بالراحة كده. شايفة اللون بقى فاتح ازاي؟ بالراحة كده الاول. طبعا انا مشغله الفرن من اول ما بدأت ادخل اعمل الكيكة وعلى 180 درجة والرف الاوسط. ما تنسوش الكلام ده يا جماعة. شوية لان الحليب ساخن. هنا خلاص ضربت بالمضرب اليدوي. انزل الخليط بقى في الصينية عليها ورقة زبدة. هتاخد من 45 لساعة الا ربع في الفرن حسب الفرن بتاعك. ما يفتحش عليها قبل 40 دقيقة. نعمل كده بالعصاية الخشبية بتاع الشيش طاووق عشان مفيش اي فقاعات. الدقيق اللي انا استعملته ده مخصوص، اللي هو الفلاور ده مخصوص للدقيق. جميل اوي يا جماعة في عمايل الكيك. هدخلها بقى الفرن. هنا معايا باكيتين كريم شانتيه من الكبير بتاع شركة دريم. باكيتين 2. هحط عليه مية ساقعة جدا متلجة من الديب فريزر. حسب يحط شوية شوية. هشوف هتاخد قد ايه. الخطوة دي لازم اضربها. لو عندك كريم شانتيه خام زوديله سكر بودر.
انا شلت وشها، شلت الوش اللي هو على الوش دون، بس ما عشان ما صورتهاش عشان ما اطولش عليك الفيديو. اعرف ازاي الكيكه استوت لما احط عصايه الشيش طاووق من الوسط كده، وتلاقيها كده نضيفه كده كده، الكيكه هي بتاعتي استوت. هنا نص لتر من الحليب، عليهم نص كوبايه لبن بودر، هقلبهم كده مع بعض عشان اسقي الكيكه بتاعتي. انزل كده اسقيها. عايزه السمك اضخم من كده بتعمليها في صينيه اقل من كده شويه. هدخلها التلاجة عبال ما احضر الكريم جانتيه. كده ضربنا الكريم جانتيه، هنحط بقى الكيكه. كده حطيت لها، غطيتها بالكريم جانتيه، احطها في التلاجة شويه لغايه ما نعمل الكريم كراميل بتاعنا. هنا حطيت كوبايه من السكر عشان نعمل الكراميل اللي هنحطه على الكيكه، وهدي النار خالص، مقلبش السكر الا بعد ما الاقي حروفه كده ايه اتكرملت معايا كده يا حبايبي. ابتدت اهي تكرمل، اهدي النار عشان ما تتحرقش مني. كده اهدي النار شويه. اديت النار حبه، مش عايزه لونها يغمق. هي بتكتل وبعدين تفك تاني. هنزل بقطعتين الزبده، هي بقى تبتدي تمسك في بعضيها، وبعد كده ايه بتفك تاني. هنزل هنا يا ولاد بكوباية مية وعليها معلقة نشا صغيرة، اقلبهم وانزل عليها. اقلب وهتحمر معايا شوية للتفك. كوباية اللبن،
كده بتتقل معايا اهو كراميل. بعد ما بيتقل بطفي عليه النار وبسيبه لما يهدى ابقى احطه على الكريم شانتيه. صوص كراميل بقى يا جماعة، انسوا. استنيت طبعا لما هادي خالص عشان الكريم شانتيه متلج، نصف كل الكراميل اللي عليه. كده يا حبايبي خلاص اتغطت كل الصينية. هدخلها بقى ايه تلاجة بتاع ساعتين 3 كده. كده عملت خطوط كريم جانتيه اللي هو فاض مني، بس ما كانش فاض كتير، كنت عايزة اعمل خطوط كتير. هنجيب بقى عصاية الشيش طاووق، هنعمل كده، ننزل كده، ننزل عكسي، اقطع قدامهم. شوف بقى اللي خلصت اهي، ممكن نقطع حته قدامكم. بسم الله، نقسمها كده السكينه حسب ما انتوا تحبوا، القطعه اللي انتوا عايزينها. السلام عليكم يا حبايبي. انا النهارده عملت كيكه بتريتشي، الكيكه التركيه. اذا كنتوا انتوا عايزين طريقتها ادخلوا على صفحتي على اليوتيوب، مطبخ KG1 ايمان خطاب. طيب بصوا بقى يا حبايبي، هقطع لكم منها حته اهي، احطها في الطبق اهي. ناخد كده بقى حته ندوق منها. جميلة قوي يا جماعة، لو قعدت كمان في التلاجة اكتر هتبقى احلى واحلى. عايزة رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.